وبعدين يا كهرو، هتفضل صاحي ومصحينا معاك كده؟ طب اعمل ايه يا شناوي؟ ما انا مش جايلي نوم، دماغي مش عايزه تبطل تفكير. بتفكر في ايه يا كهرو؟ اشجيني. متخيل يا اسطى واحنا واقفين كده بيلبسونا الميداليات الدهب، وصلاح ماسك الكاس في ايده وماشي يتمخطر بيه وخلاص هيرفعه، اقوم ناتشه من ايده واقول له ني 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 كده واقوم رافعه عنا. لا يا اسطى، بص احنا ناخد الكاس بس واخليك ترفعه كهرو، وبعد كده اقوم مسلمكوا الكاس واخش اوضه المكتب وهما بيوزعوا الجوائز الماليه ومصر خلاص بتعبي شنط الدولارات، اقوم واخد منهم 2 مليون واسدد بيهم الغرامه اللي عليا. يا شناوي، وهم حياتي كله ينزاح. يا ابني الفلوس دي حتى لو دخلت لنا مش احنا اللي هناخدها. ازاي؟ ليه يا شناوي ما ناخدهاش احنا ليه؟ الله يا ابني، الفلوس دي لو جت 1000 من باصص فيها وهياخدها هيقولك جاي عشان مصر وتروح لمصر. الله، طب ما احنا جوه مصر، ما انا مصري. نام وبطل احلام اليقظه اللي انت فيها دي. ماشي يا سناوي، اقعد انت احبطني كده. اقول لك انا مش قاعد لك في الاوضه اصلا، انا اروح اقعد مع صلاح والعيال احسن برضه. واطفي النور وخد الباب في ايدك. مصيبه الولا الكهروب ده، الغرامه جننت الواد ولسعت دماغه. الحق يا شناوي، الاوضه فاضيه. فاضيه؟ هيكونوا راحوا فين دلوقتي بس؟ الله يا جدعان، الاكل ده موت، اكل بشواتي. هو طعمه حلو يا صلاح، انت جبته منين؟ والله يا جدعان انا ماليش في السوشي، بس جات لي صفقة سوشي اقول لها لا؟ كله انتوا محتاجين تغذية كده، محتاجين تتغذوا. لا يا صلاح بصراحة انا مش مقتنع باللي انت بتقوله ده، وبصراحة بقى من الاخر كده شكلنا هنخيش، ولا فيها بطولة ولا كاس ولا نيلة. يا عم المتشائم، يعني ما فيهاش بطولة عشان أكلة سوشي؟ فسفور يالا، بقولك فسفور. لا اوفرول كده انا مش مقتنع بالتشكيلة وبالطريقة وحتى الروح مفيش. هو ايه الافرول ده يا صلاح؟ يا جدعان قلتلكوا امام فلاح ما يجيش يقعد معانا. يا سلام يا اخويا، يعني انت اللي عارف يعني ايه افرول؟ ايوه طبعا عارف. طب يعني ايه؟ دي حاجة عاملة زي البلوفر كده بيتدفي في الساعة اللي احنا فيها دي. كل يا حبيبي كل، نني ده مبطل اصلا بقاله كتير بس هو مش متعود على رتم الماتشات. ماله الاداء يا عم؟ احنا كويسين اهو مفيش حاجة. يا صلاح انت فيك حاجة متغيرة، حتى الطاقة اللي واصلة لي منك كده مش بتاعت زمان كده، ما فيهاش الجز كده. حد فهمني يا جدعان؟ حد فاهم قصدي؟ قصدك الحزق اللي كنت بحزقه زمان؟ ايوه هو ده. لا ما انا بطلت الكلام ده. السيرابيست قال لي ما تحزقش يا صلاح تاني، الحزق هيكون مضر على صحتك. حزق مضر على صحتك ايه يا صلاح؟ ده منتخب مصر، دي بطولة كبيرة قوي محتاجين ناخدها. كل اللي بقوله من غير حزق، ايزي. ايوه يا صلاح بس انا عندي اعتراض. ايه يا عم زيزو؟ هو المنتخب حلو وكل حاجة بس الناس مقامات، يعني ما ينفعش يبقى واحد كان نفسه يلعب جنبي بس وماشي يقول للناس انا زي زيزو وفجأة يلاقي نفسه اساسي وزيزو قاعد له احتياطي. تقصد مين يا زيزو؟ اقصد اللي اقصده بقى، وكمان بتبروزوها وتخرجوه وتنزلوني بداله. الكلام ده مش عشاني، بس الكلام ده هيعمل فتنة بين الجماهير وانا مش مسؤول. ما تبطل يالا شغل التلقيح ده يالا وقول لي فيس تو فيس. طب ما انا بقول لك فيس تو فيس يا عم. ايوه بقى عيد كلامك كده بقى من الاول وسمعني. اهدى يا جدعان. بص يا عم امام، برغم اني مش طايقك يا صلاح، انت زملكاوي ولا ايه؟ لا مش الفكرة، بس ان انت تطلع اوروبا بعد كده ترجع تاني الدوري المصري دي مجنناني، مش مستوعبها. بس ما علينا مش وقت. لو في حاجة هتخسرنا البطولة دي هيكون لعب العيال بتاعكوا ده. لعب عيال ايه يا صلاح؟ يعني انا بتكلم صح ولا بقول اي كلام؟ بتقول اي كلام يا زيزو وبتهرتل باي حاجة في الدنيا. خليكوا انتوا بقى كده تخانقوا مع بعض، انا ماشي خالص. استنى يا صلاح، رايح فين؟ غير في ده يا عم وسايبها لكم كلها، اعملوا اللي تعملوه. انا قرفت.
طب ومين يلحقنا يا صلاح؟ مين ياخد باله مننا ومين يشجعنا ومين يطالب بحقوقنا اعتمدوا على نفسكوا شويه يا جدعان. هو في ايه؟ وانا خلفتكوا ونسيتكوا؟ وانا مين يسمعني ومين يطبطب عليا ومين يضمني في وسط حزني؟ الا ما شفت حد فيكوا دافع عني في الهجمات اللي حصلت عليا اليومين اللي فاتوا. ده اخر كلام عندي. هلعب احزق لا. في ايه؟ انا دايخ. انا مالي؟ صلاح انت كويس؟ مالك يا صلاح؟ توقع نتيجة الماتشات واكسب جوائز كتيرة لما تدخل على اللينك اللي في الكومنتات وتدخل البرومو كود فوكس 88 مع 1xbet.